زغلولين زي كده، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. بس هو اهم شيء ان هم يستمروا من وقت ما فقسهم. على فكره دول عمرهم ايام قليله يعني مثلا ايه نقول دول ما كملوش اسبوع او اسبوع مثلا. الزغاليل طالما ماشيه تمام من البدايه معاك، الجو بدأ يتحسن. الزغلول احمر يا جماعه، شوف جسم الزغلول اللحم حمار، لحم الزغلول باين اهو، الدمويه طالعه من الزغلول اهو، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الزغلول ده اللي ان شاء الله هيكون للتربيه ان شاء الله باذن الله. يبقى كده الانتخاب، انتخاب السلاله، انتخاب الزغلول، يعني بمعنى الاختيار الصح. اختار الزغلول الصح، تعمل لنفسك سلاله كويسه، تعمل لنفسك اسم في الحمام. ولا تقول لي نجيب من، شايف القص بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، شايف بسم الله ما شاء الله لسه شباب اول شغل ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة، ناس كتير قوي من أصدقائنا أو من المشتركين في القناة بيكلموني يقول لي يعني ليه انت ما بتشتريش حمام من بختم الشركة الفرنسية؟ طبعا هو بيقول الكلام ده عشان يكون ضامن ان هو ياخد سلالة كويسة. طبعا ولله الحمد احنا عندنا سلالات من افضل سلالات الحمام اللاحم في مصر باذن الله. بس هقول لك احنا عملنا ده ازاي من غير ما نشتري حمام من الشركه الفرنسيه نفسها، او اللي هو الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه نفسها. واحنا ما اشتريناش الحمام ده لاسباب يا جماعه. اولا انا لو اشتريت قص من الشركه الفرنسيه حاليا او من انتاجها هيكون غالي جدا. بمعنى ايه؟ ان انا لو جبت قص حمام لاحم زي اللي حضرتك شفته او هوريه لك دلوقتي، ده اللي كنا مصورينه في الكويت، ده اللي بختم الشركه الفرنسيه، يعني هو جاي من الشركه الفرنسيه نفسها. ده كان ثمنه او يتكلف دلوقتي حاليا من 15,000 جنيه الى 18,000 جنيه. طيب لو انا اشتريت القص الحمام بختم الشركه الفرنسيه، هبيع لك زغاليله بكام؟ فمش عارف يعني. او انت لو انا بعت لك زغاليله، انت ازاي هتصدق ان دول زغاليل مباشر لاولاد الشركه الفرنسيه، لحمام الشركه الفرنسيه؟ ايه اللي هيخليك تصدقني لما اقول لك جوز الزغاليل ده من ابناء الحمام بختم الشركه الفرنسيه؟ معرفش، انت ممكن تاخد كلامي ثقه، انت مثلا في غيرك كتير مش هيصدق. ده جوز زغاليل من حمامنا لسه يا دوب مفطومين. ده من الحمام انا بعت حمامهم اهاليهم وسبت الزغاليل مكانهم في نفس السلاكه. طيب دي الزغاليل، لو انا اعطيتك الزغاليل دي وقلت لك ان دول اهاليهم بختم الشركه الفرنسيه، انت مش هتعرف. بس انا عشان ابيع لك زغاليل بختم الشركه الفرنسيه هتاخدهم ب1500، هتاخدهم ب1500 جنيه، هتاخدهم ب1000. هي الفكرة ناس كلموني قبل كده، وده واحد منهم صديق من الأصدقاء بيقول لي يعني أنت ممكن تجيب القص ده نشترك فيه 10 أفراد، نشتري قص يعني كل واحد مثلا يدفع 1500 جنيه، ده على الأقل يعني. تاخد القص الحمام عندك، يعني أنا أخد القص الحمام عندي كده تمام؟ كلام كويس. اما احط القص الحمام عندي كده، هو ده اقتراحه ان احنا نفرخ منهم، وكل واحد من اللي دفع 1500 جنيه هنعطي له قص زغاليل من الزغاليل اللي هي طلعت انتاج الحمام ده. كده هيكون جوز الزغاليل اللي انت خدتهم هيقفوا عليك ب 1500 جنيه، برضه كتير. انت كل شويه ايه الحمام باض، الحمام عمل، الحمام مش هينفع. اما يكون 10 افراد بينتظروا ان هم ياخدوا منهم زغاليل، فالفكره انا رافضها طبعا تماما، انا مش هعملها. بس انا بقول لك الحوار اللي دار بيني وبين صديق القناه او احد مشتركين القناه. طبعا ده مش اقتراحي وانا ما وافقتش عليه طبعا، لكن هو اقتراح احد المشاهدين او احد متابعين القناه يعني. هو كتر خيره الراجل بيشكر، عايز ان احنا نحسن من السلاله. بس انا والله بقول له ان احنا في مصر عندنا سلالات لاحم، بس هي الفرق بينها وبين الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه ان اللي بختم الشركه الفرنسيه ممكن يكون انتاج جديد، لكن ممكن برضه يكون انتاج قديم وهو لسه بالختم. الحمام يكون عايش 20 سنه و25 سنه يا جماعه. طبعا انا رفضت الفكره تماما، ما اقدرش انفذها. انا ممكن لو هفكر اجيبه لنفسي وابدا ابيع لك، بس انت برضه ما انتش هتقبل تاخد جوز الزغاليل ب 1500 ولا ب 1000 جنيه حتى. طبعا صديقنا ده عشان اقنعه بسبب الرفض، انا قلت له طب ما تيجي نحسبها حسبه ثانيه. قال لي اللي هي ايه؟ قلت له هل نفرض ان انا جبت جوز الحمام عندي هنا، انا اشتريته باسمي بتاعي، اشتريته ب 15، اشتريته ب 18,000، وطلعت منه زغاليل، جوز زغاليل زي اللي حضرتك وريتهم لك في السلاكه ده، ولاده تمام، ولاده مباشر.
حبيت ابيعهم وانت بتشتري مني وقلت لك الجوز الزغيل ده ب 1500 جنيه زي ما انت بتقول، كل واحد ياخد جوز زغليل، هتوافق؟ قال لي لا طبعا مش هوافق. قلت له طيب ما هي نفس الحسبه، انت كده كده برضه اما تدفع 1000 ونص هتاخد جوز زغليل لو احنا اتشاركنا فيه. تمام. غير كده ان الموضوع فيه مخاطره ازاي؟ ممكن جوز الحمام اللي احنا شارينه من بره، لما انت شاري جوز واحد ما ينفعش. لو انت شاري قص لاحم من مستورد بختم الشركه الفرنسيه، ممكن وارد جدا ان هو يموت في الطريق، وارد جدا ان هو يصاب باي مرض وما يجي عندنا ما ينفعش، وارد ان انا اجيب جوز الحمام ده ما يشتغلش عندنا، ما يطلعش زغاليل، ايه المانع؟ فحته المشاركه و10 افراد هيتشاركوا في جوز حمام، طبعا انا لقيتها غير جيده. زائد ان ممكن حضرتك بحق بثمن بسعر جوز الحمام اللي هو بختم الشركه، حضرتك تشتري، تخيل تشتري بثمنهم 40 قص وتختار منهم، انت اشتريتهم 40 قص حتى لو مش على مزاجك، تعالى اختار منهم وافرك في السلاكه. بس هقول لك انت ممكن انت تعمل لنفسك سلاله ازاي، سلاله حمام محترمه ازاي وبانهي طريقه، زي ما انا عملت كده بالطريقه دي. اولا انا عملت ايه؟ انا ما بخليش قص حمام اي كلام اسكنه في السلكه او اي قص حمام ان انا اشغله. يعني مثلا انا بايت اللي في السلكات فضيت السلكات، لذلك تلاقيني حاطط قصوص ثانيه اهي. ده قص جديد اهو، بسم الله ما شاء الله، شايف القص بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل مدى يا جماعه كل ما بنقعد كل ما بنقدم الجديد. بص القص ومستواه، تقول ان هو بختم الشركه، ما يفرقش كتير، ما يفرقش حاجه عن حمام بختم الشركه، بسم الله ما شاء الله اهو. الحمام ده لو انت شفته ماشي على الارض هيبان غير وانت شايفه في السلكه كده محبوس. شايف القص بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، شايف بسم الله ما شاء الله، لسه شباب اول شغله ما شاء الله تبارك الله. اللي انا بعمله واللي انا بقول لك ما تشتريش من حد سلاله حمام لاحم اذا كان مربي الحمام سايب، مش سايب بس، اذا كان مربي الحمام سايب مثلا نوعين مع بعض، لاحم مع حاجه تانية ما تشتريش منه. اذا كان مربي لاحم مع حاجه تانية على السايب مش هينفع، ما تضمنش ان هو الحمام يكون متجوز من بعضه ومكسر على بعضه. اللي انا بعمله، انت هتقول لي ما انت عامل كده يا عم مصطفى، لا انا اللي بربيه ده اللي انت شايفه سايب ده شبابات. على فكره الزغلول ده زغلول الهجين يا جماعه اهو، طالع ابن الرومي وامه لحم، اللي انا خدت النتايه بتاعتهم، ده الذكر الرومي ابوهم، والنتايه انا بعتها حطيتها، لكن الذكر الرومي ده خد نتايه لحم برضه محترمه اهيت. فده اللي انا بقول لك، ده اللي انا عايز اقول لك عليه، اللي انا عايز اقول لك عليه اهو، ان انت تنتقي السلالات، ما تاخدش من حد مربي على السايب، وانت كمان ما تفرخش على السايب الا اذا كان الحمام اللحم بس عشان تعمل سلاله كويسه لنفسك. حاجه كمان مهمه قوي قوي اللي انت لازم تعملها، ازاي؟ انت فرخت وطلعت زغاليل، فلنفرض زغاليل زي كده اهو، انت شايف زغلولين زي دول اللي احنا قلنا عليهم ريشهم مش كويس هنذبحهم، تمام؟ بس هو يا جماعه اللي كان بيقول لي ان هم يفضلوا ريشهم كده والاهالي هتفضل تاكل الريش، قلت لك اهوت انا اعطيت 3 ايام بس جروفيت بلس، ما اعطيتش اكتر من كده، 3 ايام بس جروفيت بلس. شايف الريش؟ شايف بقى جمال الزغلولين بقوا عاملين ازاي؟ اوري لك الزغلول اللي ورا اهو، هو اصغر شويه، ده زغلول كبير وزغلول صغير، بس حجمهم لما تمسك الزغلول في ايدك هتعرفه. شايف الريش اتصلح ازاي؟ اهو ده 3 ايام جروفيت بلس اللي كان بيقول لي ملهاش علاج. فالزغلولين دول برضو حتى لو هم كده هنذبحهم. فاللي انت هتعمله ان انت عشان تطلع سلاله كويسه وتشتهر في الحمام اللاحم ويكون عندك سلاله، بدل ما تجيب اللي هو ثمنه 15 ل 18 الف بختم الشركه ولا ختم الشركه ولا حاجه، احنا هنعمل احسن من ختم الشركه باذن الله وبفضل الله. ان انت هتنتخب تختار الزغلول اللي ما يعجبكش ما تربهوش، اذبح. هو حمام الذبيح اساسا، دي حمام الذبيح، فناكل زغلولين دول كبار محترمين. ايه عيبهم؟ ايه ريشهم؟ ما كده كده احنا هننضفهم. شايف وقفه الزغلول؟ بسم الله ما شاء الله، الزغلول ده لو بريشه كويس بسم الله ما شاء الله يساوي اي فلوس اهو. هو ده العيب اهو، شايف الزغلول مش قادر يمشي ما شاء الله من حجمه محترم. بس هو كان العيب ان انا كنت نسيت ان انا استخدم جروفيت بلس اللي انا بستخدمه 3 ايام في الشهر. فالاهالي كان عندهم نقص باملاح المعدنيه، نقص الاملاح المعدنيه الناس اللي ما تعرفش، خلي الاهالي تعوضوا باكل ريش الزغاليل. مش هتخلي زغلول وحش، هتفرز الزغاليل فرز محترم درجه اولى، ما تربيش الا الزغلول الدرجه الاولى، هيطلع لك جوز حمام زي ده. جوز الحمام ده يا جماعه اهو اول شغله، لما جربه
انت تبيع وانت حاطط رجل على رجل. بص هتبيعه ب 600 جنيه وانت حاطط رجل على رجل. هقول لك على حاجه، انت هتقول غالي ده ولا لما تشتري ب 16,000 ولا 18,000 ولا ب 15,000 عشان هو بختم الشركه الفرنسيه وجاي من الخارج والحاجات اللي انت بتقول عليها دي. لا، انا بقول لك اشتري 16 قص، اشتري 10 قصوص بتمن قص واحد اللي انت هتشتريه. مهما تشتريه غالي عندنا من مصر افضل انك ما تشتريه من بره. هات وافرز ونقي واشتري من اللي انت هتشتري منه. قول له انا عايز اغلى حاجه عندك وعايز انضف حاجه عندك. طالما ان انت عندك استعداد ان انت تدفع في قص 15,000 او 18,000، لا اشتريه من جوه مصر هنا. يا رب هتشتريه ب 1000 جنيه القص، بس هتشتري حاجه محترمه بال1000 جنيه، وتحط رجل على رجل وتكلم اللي انت هتشتري منه بتناكه. قول له انا عايز قص ب1000 جنيه بس يكون حاجه كويسه، هيجيب لك. هنا القص متوسطه 400 جنيه في مصر، مهما يكون غالي مش هيحصل اي شيء من اللي انت هتدفعه في قص اللي انت هتشتريه من الكويت زي اللي شفناه في الفيديو من الكويت او اي قص. حاجه مهمه قوي 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 لازم تعملها، الزغلول اللي اتصاب باي مرض ما تربوهوش، اذبحه. لو اي زغلول حصل له اي مرض في مراحل عمره كلها من وقت ما فقس لحد ما بقى شاب او دخل في سن التزاوج، تخلص منه. انا عايزك، انت عايز تطلع حمامه بيور خاليه من الامراض مناعتها عاليه، اعمل كده عشان ما يكونش المرض وراثي. تمام؟ عايز تعملها، انا عايزك تعمل سلاله لنفسك، فبالطريقه دي تعمل كده. وعشان تعمل كده زغاليل الصيف انا ما بربيهاش زي ما انت شفتني. يعني بدايه ان انا هبدا اسيب زغلول من الشهر اللي احنا فيه ده، الزغلول اللي يعني كده فيه اللي هيتذبح وفيه اللي يعني معظمه هيتذبح. يعني مثلا دول هيتذبحوا ان شاء الله بس لما يكبروا شويه. دول برضه هيتذبحوا، ما كانوش عاجبيني وهم صغيرين. لو من بدايه طالعين كويسين هسيبهم، هم كانوا ضعاف في البدايه. وطبعا انا نقلت زغاليل فبقى 3 زي ما حضرتك شايف كده، فما هيكونوش زي الزغلولين اللي مع بعض. زي ما تكون سايب زغلولين او زغلول واحد، الزغلول الواحد اللي طالع ده لازم تربيه يبقى زغاليل الصيف. ما تربيهاش على قد ما تقدر الا ان كان عندك المكان يعني ما هوش حر. والزغلول المريض ما تربوهوش، دي حاجه. تمام؟ طب الزغاليل اللي هي هتربيها اللي هي زي ايه؟ زغلولين زي كده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. بس هو اهم شيء ان هم يستمروا من وقت ما فقسهم. على فكره دول عمرهم ايام قليله، يعني مثلا ايه نقول دول ما كملوش اسبوع او اسبوع مثلا. الزغاليل طالما ماشيه تمام من البدايه معاك، الجو بدا يتحسن. الزغلول احمر يا جماعه، شوف جسم الزغلول، اللحم حمار، لحم الزغلول باين اهو، الدمويه طالعه من الزغلول اهو بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الزغلول ده اللي ان شاء الله هيكون للتربيه ان شاء الله باذن الله. يبقى كده الانتخاب، انتخاب السلاله، انتخاب الزغلول، يعني بمعنى الاختيار الصح. اختار الزغلول الصح، تعمل لنفسك سلاله كويسه، تعمل لنفسك اسم في الحمام. ولا تقول لي نجيب من الكويت، ولا تقول لي نجيب من فرنسا، ولا اللي احنا التكاليف العاليه دي. بس كده. هنا حتى القص اللحم السلفر ده انا حطيت له اهو، مع ان هو باض يعني ما شاء الله. اول بيضه انا حطيت له زغلول زياده برضو، فوزعت كده بنجيبهم ما شاء الله مأكلينهم كويس اهوت. معاه زغلول بتاعه ومعاه زغلولين كمان اهمت من اللحم الابيض، بس زغلول سلفر و2 ابيض وما شاء الله محصي اهوت. انا بفكر اخد البيضه احضنها تحت حمام تاني واخليه يديني عش زياده، لان ما عنديش انا لحم سلفر شغال غير ده. وفي نفس الوقت ان هو يكبر لي الزغاليل دي. الزغاليل ديت يعني عايزه اسبوع كمان مع الاهالي، ده على اقل تقدير. ده عمرها صغير يا جماعه، ما يغركش شكلها، لكن ده عمرها صغير. والاهالي يعني هنقول مثلا دول عمرهم اسبوعين او 17 يوم، قد يختلف حسب عمرهم لان هم كلهم مش اخوات يعني. يبقى كده اللي استفدناه من الفيديو ايه؟ ان انت تشتري افضل سلالة حمام لحم في مصر ومن اغلى حد في مصر، هيكون اوفر لك بكتير بكتير مما تشتري القص الحمام اللحم من بره. اولا انت هتشتريه بالعملة الصعبة من بره، اما بالدولار او بالدينار الكويتي او حسب ما هتشتريه. طبعا العملات ديت بتفرق، فرق العملة ده بيفرق كتير. تاني حاجة لو انت عرفت
شحن القص اللحم بيتكلف كام، او ايه قص حمام هتجيبه من بره. فلنفرض مثلا من الكويت، انا عرفت ان تكلفه شحن القص الحمام اللحم حاليا من الكويت، او الله اعلم جايز تكون زادت، كانت تتكلف 3000 جنيه، 3000 جنيه مصري تكلفه شحن قص الحمام من الكويت الى مصر. واحتمال كمان، احتمال اللي يشحنه لك لمصر يقول لك تعالى استلمه من المطار، او لو انت عايزه يشحنه لك لبلدك هيبقى بفلوس اضافيه كمان. ارجو يكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.